صدمة عمري لما عرفت جوزي بيشتغل ايه وبيصرف علينا منين. مش هتصدقوا بجد. تعالوا يلا بينا النهاردة نشوف مشكلتنا النهاردة. مشكلة متابعة وبتقول إيه اللي حصل لي ما حصلش لحد أبدا. جوزي كان مسافر وفجأة لقيت اللي بتخبط عليا الباب، فتحت لها قلت لها تعالي اتفضلي، واتفاجئت وبقيت أقول يا ترى دي مين. ما اعرفهاش، لأول مرة كده أشوفها. لقيتها مقهورة ومنهارة من العياط، وبتقولي أنا عايزاكي في كلمتين مهمين واعتبري نفسك مكاني. بس بصراحة أنا ما كنتش مصدقة الكلام اللي هي بتقولهولي ده. بتقول إن هي بتقول لها إن أنا متجوزة، بس للأسف كنت جوزي مع جوزك، وجوزك بيبتزني دايما كده، بياخد مني فلوس لدرجة بقيت أسرق جوزي علشان أديله. وكل شوية يقولي أنا هقولي لجوزك، وبضطر إن أنا أتصرف وأجيب له فلوس من أي مكان، لدرجة ما خلاني أسرق فلوسه، أسرق موبايله وأبيعه. ما عنتش عارفة أجيب له منين والموال مش عايز يخلص. طبعا أول ما قالت لي الكلام ما بقيتش مصدقة اللي هي بتقوله ده. بقيت أقول للدرجات دي إيه البجاحة؟ يعني انتي جاية تقولي لي ايه؟ جاية تقولي لي أنا؟ فطبعا بقيت أبص لها باستغراب. بعد كده لقيتها بتقول لي علشان خاطري اقفي مكاني، اقفي جنبي، انتي لو مكاني هتعملي ايه؟ قلت لها مكانك؟ انا كنت بفكر ان انا اقوم اضربها، اقوم اطردها، اقوم اهزقها، لان اللي زي دي ما ينفعش اصلا ان حد يساعدها في اي حاجة. هي اللي عملت في نفسها كده واكتر من كده كمان. طبعا أنا زعقت معاها واتخانقت معاها، وقُلت لها حلّي مشاكلِك معاه، أنا ما ليش دعوة. وطبعًا مشَت، وما فيش حل يعني منّي ليها. لمّا جه بقى جوزي اتخانقت معاه واحلف لي كام يمين إنه ما حصل أبدًا ولا الكلام ده خالص، وهتلاقيها بتتبلّى عليَّ وما فيش حاجة تثبت، هي جابت لِك أي إثباتات، هي مش عارفة إيه. قُلت له: "لأ." فقُلت خلاص ممكن تكون نصّابة وجاية تضحك عليَّ فعلًا، وعايزة تبتزني إن أنا أقف جنبها، أدّي لها فلوس، أدّي لها أي مساعدة، لأنها بتقول بِعت موبايل جوزي وبِعت واتصرّفت وسرقت وعملت. ففكرت مثلًا إن أنا هاقف جنبها، مفكرة إن أنا معايا 10,000 مثلًا، أنا هاخش أجيبهم من الدولاب وأديهم لها والّا أي حاجة. فقُلت ما دام حلف كام يمين يبقى خلاص. بس المشكلة إن هو اتكرر الموقف تاني مرّة من واحدة تانية مختلفة. طبعًا لمّا حصل كده سِبت البيت ومشيت. عيالي بقى منهارين ومش مبطّلين عياط وعمّالين يعيطوا ليل نهار، عايزين نرجع نعيش مع بابا تاني. إحنا بابا بيوحشنا يا ماما، بس أنا مش عارفة أعمل إيه، وعيالي أفهّمهم إزاي، ومفكّرين إن أنا اللي مش عايزة أعيش مع باباهم، بس أجيبها لهم إزاي مش عارفة. هم عمرهم ما شافوه إن هو بيضربني عشان أقول لهم ده بيضربني، عمرهم ما شافوه بيتخانق معايا. لأ، ومن بجاحته لمّا جيت أواجهه تاني مرّة يقول لي: "أُمّال أنتِ كنتِ عايزاني أصرف عليكم منين؟ أنتِ عارفة إن الدنيا غالية، الشغلانة اللي باشتغلها ديّة هتكفّي مطالبكم إزاي؟" وكان غصب عني إن أنا لازم أعمل كده، وطلّع بدل مُبرر مليون ألف مُبرر. ومن بجاحته قال الكلام ده لأمي ولأبويا. بيقول طلباتها كتير، طلبات مراتي كتير اللي هي بنتكم، وأنا بصراحة مش قادر على مصاريفها. بس ده اللي كان مخلّيني بصراحة إن أنا أعمل كده. تعمل إيه؟ تعمل إن أنت تخونّي وتبتز كام واحدة وتاخد منها فلوس بالحرام وتأكّلني أنا وعيالي بالحرام. طبعًا اللي زي ده ما عادش ينفع إن أنا أعيش معاه أصلًا للأبد، انتهى من حياتي. بس كل اللي أنا عايزاه منكم قولوا لي أتصرّف مع عيالي إزاي، أقول لهم إيه. المشكلة إن هو من وقت للتاني بيتصل كمان على تليفوناتهم وبيكلمهم ويقول لهم زنّوا على ماما عشان ترجعوا. منهم ليّا ابن في أولى إعدادي وبنتي في تالتة ابتدائي، يعني كبروا ما عادوش صغيرين، يعني معاهم موبايلاتهم وبيتصل عليهم ومش عارفة أعمل إيه. وما ينفعش إن أنا أعمل له حظر من على تليفوناتهم، هيكرهوني وهيقاطعوني، لإني هيفكروا إن أنا اللي غلط، أنا اللي وحشة. بالله عليكم أستحلفكم بالله قولوا لي كده أتصرف مع عيالي إزاي وأعمل إيه؟ بُصّي، اللي أنا من رأيي
إنِك تعملي له بلوكات من جميع التليفونات، وتعرّفي عيالِك إن جوزِك اتجوّز عليكِ علشان هُم كمان يزعلوا على زعلِك. دي وجهة نظري، يا ريت كده تكتبوا أنتم كمان وجهة نظركم في الكومنتات.